حبيبتي يا زينب، يا حبيبة امك يا اختي، استر يا رب، استر يا رب، ده انا ماليش غيرك. يا رب استرها عليك يا زينب يا بنتي، يا رب يا رب يا رب. خدي بقى اشربي الليمون ده كده عشان يروقك. انا مش عايزه حاجه، انا بس عايزه اطمن على بنتي، عايزه اعرف فيها ايه. مفيش حاجه ان شاء الله، ما توتريش نفسك، كل حاجه تبقى كويسه. انا مش مطمنه، قلبي بيقول لي ان فيها حاجه من يوم ما نبويه قرت الفنجان وانا مش مطمنه. وبعدين جريوا، قلت لهم خدوني معاكم، ما رضيوش يهدوني. ده انا لما بكلمهم كمان مش عايزين يردوا عليا. بنتي فيها حاجه وانا عايزه اطمن على زينب. طب اهو انا هوريك، ماشي؟ انا قاعده على نار وانت مضايقني. قوم يا راجل انت، بقول لك قوم. ايه ده في ايه؟ قوم، علت لي الضغط، قوم. انا عايز اعرف ايه اللي حصل، ريحني. ابنك امبارح عدى عليك وخدك ورحتوا للبيت، قلت لكم البس بسرعه واجي معاك، قلت لي لا خليكي، لما نرجع هنحكي لك ونقول لك ايه اللي حصل. رجعت من بره، رحت داخل جري على السرير ونايم، اقول لك اصحى يا راجل فهمني ايه اللي حصل، تقول لي لا انا تعبان، الصباح رباح، او الصباح بقى رباح. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصل، مشكله بسيطه واتحلت. يا نهار اسود ومنيل، يبقى مد ايده على البيت ضربها. قسما بالله العلي العظيم لو كان مد ايده على بنتي لكون مبهدلاه ومعوراه كمان. في ايه يا وليه انت؟ وانا متجوز بلطجي ولا ايه؟ مفيش حاجه حصلت، مشكله بسيطه زي اي مشكله بتحصل بين اتنين متجوزين وخلاص راحت لحالها. مش راحت لحالها؟ يبقى قول لي بقى، احكي لي، ريحني. دي بيتي، يا بيتك لوحدك. ايوه احكي لك طبعا، عشان تروحي تقولي النبويه، وبعد ما النبويه تعرف لا اله الا الله كلها تعرف، وتبقى سيرتنا على كل لسان، وهو مفيش موضوع اساسا. يا نهار اسود ومنيل، انت بتقول عليا لتاته؟ نقلت كلام، هروح افضح بنتي؟ انا لا قلت لا لتاته ولا عجانه، وسيبيني في حالي بقى، خلينا نشوف اللي ورايا ايه. ريح قلبي وقول لي ايه اللي حصل لبنتي. اقسم بالله العلي العظيم انا ماسكه نفسي عنك بالعافيه. منك لله يا بعيد، مش عايز تريح قلبي، منك لله.